الكافيين قد ايه. بس احنا لما نيجي مثلا نحسب ونقول احنا المفروض ناخد قد ايه من الكافيين، فالعلماء كده قالوا ان انت لازم تاخد من 1 ل 3 مللي جرام لكل كيلو جرام من جسمك. يعني انت مثلا لو 70 كيلو فتشوف انت هتقدر تستحمل انهي جرعه فيهم، اللي هتاخد مثلا 1 وتضربه في 70 فهيطلع لك مثلا الملي جرامز المعينه اللي انت المفروض تاخدها في الكافيين، او مثلا تضرب 3 في 70 وتشوف مثلا كام ملي جرام هتاخده. وخلي بالك هنا احنا بنقول الملي جرام للجرعه الواحده، يعني معنى كده ان انت ممكن تاخد الجرعه دي على مدار اليوم، وممكن برضو تاخدها متقسمة على عدة أجزاء جوه يومك. يعني أنت مثلا صحيت الصبح شربت كوباية قهوة كده 150 مللي جرام، عندك مثلا في الفترة بتاعت بعد الظهر شربت واحدة تانية بقى 300، عندك مثلا واحدة تالتة بقى 450 وهكذا. فإحنا هنا بنتكلم عن الجرعة الواحدة اللي أنت بتاخدها في الشوط الواحد بتاع القهوة أو في الأكلة اللي أنت بتاكلها. طبعا يعني أكتر حاجة بيكون فيها كافيين يا إما مشروبات الطاقة يا إما القهوة. وأنت لو مشيت على التركيز